وفي حلقة النهاردة احنا هنتكلم عن ترابيزة السفرة زي ما قلنا الحلقة اللي فاتت. لو انت ما كنت شفت الحلقة اللي فاتت فوقف دلوقتي الفيديو ده، روح شوف الحلقة اللي فاتت وتعالى، ما تقلقش الحلقة ما كانتش طويلة. بص يا سيدي، الحلقة بتاعتنا احنا هنقسمها لجزئين. الجزء بتاع النهاردة هنتكلم فيه اكتر عن افكار مختلفة عشان نكسر التابوهات بتاعة ترابيزة السفرة اللي احنا كلنا متعودين عليها، عشان احنا دايما بننادي فكرة فكر بره النيش. ومش معنى على فكرة انك هتفكر بره النيش انك مش هتختار حاجات من اللي جوه النيش، لا عادي. انت ممكن تختار حاجات تقليدية، حاجات عادية جدا كلنا متعودين عليها، ولكن يكون باختيارك انت، يكون حاجة مناسباك انت، تكون حاجة مريحاك انت. مش فكرة انها حاجة انا متعود عليها فهجيبها وخلاص، لا، انا عاوزك انت اللي تكون مقرر انك تختار الحاجة اللي جوه النيش. فانت ازاي القرار بتاعك هيبقى حر بقى؟ لما تعرف ان في حاجات تانية موجودة اصلا كمان بره النيش، فيبقى عندك الاوبشن انك تختار يا اما بره النيش يا اما جوه النيش. وغالبا يعني هتختار حاجات من اللي بره النيش. وعلى فكرة اللي بره النيش ده برضو مش حاجة خيالية او حاجة اختراع، لا، ده احنا برضو لسه جوه النيش برضو، بس ايه، طلعنا بره شوية. فده بالنسبة للجزء الاول، شوية افكار كده عشان نفتح لبعض ايه اختيارات متعددة. اما الجزء التاني فاحنا هنتكلم فيه عن بعض الملاحظات الخاصة بترابيزة السفرة. خلونا كده مع بعض نرجع الامور لاصلها. انا دلوقتي لو سألتك سؤال، ايه هي وظيفة ترابيزة السفرة؟ بالظبط كده، هي مكان احنا بنقعد عشان ناكل عليه. هل الوظيفة دي متحققة النهاردة بشكل كبير، ولا اصبحت شو اكتر منها وظيفة؟ الاجابة طبعا اصبحت شو اكتر منها وظيفة. ليه بقت شو؟ عشان الضيوف اللي هيجولنا 4 5 مرات في السنة. وده طبعا كلام غير منطقي بالمرة، زي ما دايما احنا بنقول فكر بره النيش، فكر في الحاجة اللي تريحك انت مش اللي تريح الضيوف اللي هيجولك. مش بقولك انك ترمي ضيوف في الشارع، ولكن الضيوف دول هيجولك 4 5 مرات في السنة وممكن منجوش خالص. فانت كده هتفضل متعسف طول السنة. وسبب أساسي في تراجع وظيفة ترابيزة السفرة السنين الأخيرة هي فكرة إن الحياة بقت سريعة جدا. فدلوقتي أنت بقى ممكن تاكل على الماشي، تاكل على الواقف، تاكل بره البيت أصلا، تاكل دليفري، تاكل في المطبخ حتى، تاكل وأنت بتتفرج على التلفزيون في الليفينج روم. فما عادتش فكرة إننا نقعد على ترابيزة واحدة ونتلم والجو ده إلا في شهر رمضان يمكن. فبالتالي أصلا احتياجنا لترابيزة السفرة اليومي قل كتير عن زمان. فأنت دلوقتي بتحط عندك في البيت قطعة أثاث غالبا أنت مش هتستخدمها كتير أنت شخصيا، ما بالك بقى كمان لما أنت تصممها على فكرة الضيوف اللي هيجولك 3 4 مرات في السنة. إذا كان أنت نفسك مش بتستخدمها فأنت كده عامل عبء عندك في البيت، خصوصا لو المساحة عندك صغيرة ولا تتسع لترابيزة سفرة تكون حجمها كبير. فاحنا بنصمم الترابيزة بتاعتنا على القاعدة مش على الاستثناء، وكون الضيوف هيجولك دي الاستثناء مش القاعدة. فدلوقتي احنا عندنا معيارين هنصمم على اساسهم ترابيزة السفرة. المعيار الاول احنا قلناه اللي هو المساحة، والمعيار التاني هو عدد افراد الاسرة. يعني لو عدد افراد الاسرة عندك 4 افراد مثلا، فمن غير المنطقي انك تجيب ترابيزة سفرة 8 افراد. الاربعة الزيادة دول انت جايبهم ليه؟ هتقولي الضيوف، احنا خلاص ردينا على الجزئية دي. طب انا خلاص جبت الترابيزة بتاعتي على اساس 4 افراد ولسه عندي رفاهية اني ممكن ازود عن 4، تمام، مفيش مشكلة، في الحالة دي عاوز تزود زود، ولكن الاساس او الاصل انت عامل حسابك على 4. بقى عندك رفاهية اكتر، عندك ميزانية اكتر، اوكي مفيش مشكلة. في بعض الحالات كمان انت ممكن تبقى محتاج ترابيزة سفرة كبيرة. في بعض البيوت مثلا بيوت مفتوحة 24 ساعة، في عزايم، في ناس داخلة، في ناس خارجة. ففي حالة زي كده انت فعلا محتاج ترابيزة سفرة محترمة، 10 كراسي، 12 كرسي، وهكذا. فلكل مقام مقال، اعمل في الاول وفي الاخر اللي يريحك. فبالتالي انت ممكن ما يبقاش عندك اصلا ترابيزه سفره خالص لو انت عندك امكانيه انك تحط الاكل بتاعك على اي حاجه، على طقطوقه، على مكتب، على ايا كان. المهم ان الهدف اتحقق وانك قعدت وكلت وقمت تمام. فدي حاله من ضمن الحالات ما يبقاش عندك ترابيزه سفره اصلا. ترابيزه السفره ممكن تبقى مدوره، ممكن تبقى مربعه، مش شرط انها تبقى مستطيل وفقا للي انت متخيله دايما. الكراسي بتاعت ترابيزه السفره ممكن تبقى كراسي كلها، ممكن تبقى كراسي وكنبه، ممكن تبقى كراسي وحاجه اسمها بانكت. بانكت دي زي يعني الكنبه كده بس ملهاش ظهر. ممكن تبقى كراسي والبانكت دي بس مش متنجده كانها دكه خشب كده. القرصه بتاعه ترابيزه السفره ممكن تبقى رخام، ممكن تبقى بديل رخام، ممكن تبقى خشب مدهون، ممكن تبقى خشب الثمره بتاعته باينه، ممكن تبقى ازاز، ممكن تبقى حاجات كتير. الكراسي بتاعه ترابيزه السفره مش شرط كلها تبقى نفس اللون، ممكن نميز كرسي عن كرسي. بالذات الكرسي اللي على راس الترابيزه ده ممكن يبقى واخد لون مختلف شويه. ترابيزه السفره ممكن تبقى اكستنشن للمطبخ نفسه، ممكن تبقى مجرد بار بس في المطبخ وتبقى خلاص شكرا على كده. فالشاهد ان الافكار كتير بالنسبه لترابيزه السفره، فانت حاول تطلع بره النيش وتبص من فوق كده تشوف ايه اللي يناسبك. يناسبني ده، يناسبني ده، يناسبني ده، واللي يناسبك تاخده على طول. فتعالوا مع بعض دلوقتي ناخد بصه كده سريعه على شويه صور. طبعا انا ما رضيتش اكتر في الصور عن كده لان الموضوع
بحر واسع جدا لو فتحنا فيه مش هنخلص. فيلا بينا نبص على الصور. مجموعة الصور اللي قدامنا دي بنوضح فيها فكرة الكنبة وتقفيل كمان تحتها بوحدات تخزين. الوحدات دي ممكن تستغل إن احنا نخزن فيها شغل الصيني بقى والبوفيه والنيش والكلام ده كله. وهنا كمان كان في تنوع في الألوان بالنسبة للكنبة مع الكرسي مع القرصة بتاعة الترابيزة. يعني مثلا جزء الصورة اللي على الشمال فوق هنلاقي إن الكنبة متنجدة بلون كحلي وقدامها كرسي متنجد بمنت جرين، والطقطوقة نفسها أو القرصة بتاعة الترابيزة لونها أبيض. والصورة اللي تحتها هنلاقي إن الكنبة هنا التنجيد بتاعها لونها جراي والدكة اللي قدامها لونها أبيض، دكة خشب عادية خالص ملهاش ظهر ولا ليها تنجيد ولا أي حاجة. وقرصة الترابيزة نفسها لونها بني. الصورة اللي تحت على اليمين هنلاقي التنجيد مختلف شوية لونه بترولي أو فيروزي، والقرصة لونها أسود والكراسي لونها بيج. وهنا نفس الكلام، فكرة دكة خشب وقدامها كراسي أو كراسي وقدامها دكة خشب برضه بس متنجدة، دي بنسميها البانكت اللي احنا قلنا عليها. وهكذا من نفس الأفكار اللي في الاتجاه ده. هنا بقى بعض الترابيزات الدائرية سواء حواليها كراسي أو حواليها كراسي وكنبة، مع اختلاف طبعا الترابيزة نفسها، ممكن تبقى إزاز ممكن تبقى خشب ممكن تبقى كذا حاجة زي ما احنا قلنا قبل كده. ونيجي هنا بقى للبيج بوس بقى، شغل الكلاسيك بقى والشغل المذهب اللي بيعجب الناس اللي احنا كلنا متعودين عليه، سواء بأخف من كده أو أتقل بس يعني في نفس السياق يعني. ودي مجموعة ترابيزات تانية بس هنا القرصة كانت رخام. وهنا نيجي لفكرة تغيير الألوان، فكرة إن كل كرسي واخد لون زي الصورة اللي فوق كده. أو إحنا هنا ميزنا في الصورة اللي تحت بقى الكرسي اللي على راس الترابيزة يمين والكرسي اللي على راس الترابيزة شمال واخد لون أزرق كده، أما الكراسي التانية واخدة لون منت جرين أو درجة من درجات الزيت الخفيف الفاتح. ودي هنا ترابيزتين على شكل مربع، يعني عادي ممكن ترابيزات زي ما انتوا شايفين ممكن تكون واخدة شكل مربع مش شرط مستطيل ولا دايرة. وهنا فكرة ان الترابيزة تبقى جزء من المطبخ مش منفصلة عنه، وكده يبقى احنا كده عملنا ترابيزة السفرة من ولا حاجة، احنا واقفين في المطبخ فجزء من المطبخ اصلا بقى هو ترابيزة السفرة بتاعتنا، كلنا وشبعنا وتمام وحققنا الغرض وروحنا وخلاص والكل اتبسط وتمام ويتفضل 14. فدي كده كانت مجموعة صور سريعة ما كناش عاوزين نطول فيها قوي، ونشوفكم ان شاء الله بقى في الجزء التاني اللي مش هيقل اهمية خالص 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 عن الحلقة بتاعت النهاردة. اشوفكم على خير. سلام عليكم.